اهلا بكم من جديد وشكرا للزميل العزيز رامي بهجت. اذا التعادل الايجابي كان حاضرا في ملعب المباراه بعد 5 دقائق اخيره مثيره. ربما يمكن لنا ان نلخص كل ما دار في المباراه في هذه الدقائق ال5 الاخيره. تقدم اولا الظهير الايسر كوزانوفيتش بالهدف امام حضراتكم من الكره الثابته في الدقيقه ال40، ثم عاد ماتس ريتس وكانه ابى أن يخرج الشوط بتقدم ستاندر بأخطاء دفاعية كثيرة ومتعددة جدا بهدف التعادل من ماتس ريتس في اللحظات الأخيرة وقبل نهاية الشوط لتنتهي أو ينتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1. أعود مجددا الترحيب بضيوفي كابتن تامر بدوي، كابتن عماد دربالة، وابدأ من عندك يا كابتن عماد. وإزاي شفت الشوط الأول، وهل زي ما قال تامر بدوي أن ربما الطابع التكتيكي هيكون غالب على الأداء طبقا لأنه كل مدير فني كان مدير فني للفريق الآخر سواء يانكوفيتش أو يانيك فيريرا؟ هو طبعا واضح جدا ان كل واحد من الاثنين المدربين عارف كويس قوي القدرات الفرديه والقدرات التكتيكيه الجماعيه للفريقين، دي حاجه واضحه جدا. تمام. طبعا الفرقتين نازلين وكل واحد فيهم عنده دوافع كتير جدا للفوز، بس ده مش واضح قوي يمكن عند مخلن. ما حسيناهوش. عند مخلن مش واضح. ليه بقى؟ اولا عندك الثلاث مدافعين بتوع فيتاس ودويت وكوكاليتش، الثلاثه عندهم اخطاء كتير جدا، مش عارف ايه اللي حصل لهم النهارده. اضف لذلك كمان ان وسط الملعب الرباعي وسط الملعب النهارده الانتشار العرضي بتاعهم سيء، مسيطر عليهم جدا سيسي ومارين من الناحيه الثانيه، يعني بتاع سيسي ومارين الضغط بتاعهم بيستخلص كرات كتير جدا جدا. الناحيه الثانيه ريتس وفي فيليبوفيتش، حتى كنت بتكلم انا والكابتن تامر على كام لقطه كده لاخطاء دفاعيه في وسط الملعب للاعبي مخلن. اضف لذلك كمان النقطه الاهم طبعا اضف لذلك النقطه المهمه جدا. طب خلينا في النقطه دي ونشوف الجول ده فاول عالمي عشان اروح لتامر في الهدف الثاني برضه ونقف ونشوف كره عالميه. خطا في الحيطه طبعا، خطا في الحيطه واقفه صح، ولكن ما اتعاملتش مع الكره صح. لازم تنط. دول وطوا دماغهم ده، حتى مش لازم ينطوا، ده لو بس خلوا دماغهم مرفوعه في مكانها كانت غيرت اتجاه الكره. ولكن اللعيبه الثلاثه اللي واقفين في الحيطه، وده كان عدد قليل خلي بالك لان المكان كان خطر، وقف 3 لعيبه بس، وده في حد ذاته خطا تمركز دفاعي. غير ان انت وقفت خطا تمركز دفاعي كمان، اللعيبه الثلاثه وقفوا. موقف الحارس، لا قول لي موقف الحارس. الكره كانت صعبه قوي على الحارس على فكره، الكره راحت في مقتل على الحارس، ما اقدرش الومه فيها، ولكن الوم الحيطه لو رفعت دماغها. بص كده، اتحرك بقى بالراحه معايا وشوف، بص اللي في اليمين وطى دماغه، والحارس يبدو له صح في منتصف المرمى. الاثنين وطوا دماغهم بحيث يبقى عنده الاحتماليه هنا او هنا ما ياخدش. هي كده كانت صعبه على حارس. انا في رايي انها كانت صعبه على حارس المرمى، ولكن الحيطه اتعاملت مع الكره بطريقه وحشه جدا. لو كانوا رفعوا راسهم بس كانت الكره اتحولت ببساطه جدا. عايز اقول لك بس على حاجه في الفاول ده كابتن سباعي، عاوز الاعادتين بسرعه معلش. هيجي لك الاعادات اللي من فوق، اللي من ورا الجول من فوق، وجهه نظر. اولا حاسس ان في دي العاليه انا وجهه نظري ان عدد الحيطه قليل جدا بالظبط. ده واحد. رقم 2 الجول لازم يسأل على الهدف ده بسبب هو كان لازم يقول للحيطه لازم تنط. ده هو اللي بيوجه، هو اللي بيطلع طبعا. هو اللي بيطلب. عندي حاجه كمان معلش، وكره من على رجله، هرجع والكره على رجله. اولا الجول كيبر دي جايه في مقتل، دي صعبه قوي يا جماعه. لا ده ما يقللش من الفاول، ده حلاوه الفاول حاجه ثانيه خالص. لكن هو تامر بيقول على التوجيه انا بتكلم اكتر من خطا الحارس. مش وصول الكره للشبكه، لان وصول الكره لا يوجه. عاوز الاعاده يا كابتن سباعي اللي من ورا الراجل اللي بيسدد كمان لسبب بسيط، ان الجول لازم يا كابتن سباعي هنا لازم يبقى موطي بجذعه. شايف مظبوط؟ الجول مش موطي بجذعه، لازم الجول يبقى معلش يرجع خطوه لورا ثانيه. بس الجول لازم يبقى موطي بجذعه، شايف الكره ما بين رجلين الحيطه. الكره فين؟ هو مش شايف، هو كانه بيلعب على التوقع. الحاجات دي ما فيهاش توقع، اصل دي مش ضربه جزاء. انت في غيامه بقى كده قدامه. ما هي في مدرستين في ضربات الجزاء، مدرسه ان ممكن جول كيبر يروح ال5 ضربات على اليمين ويقول لك في واحده او 2 هيجوا في اليمين مظبوط، يا اما هو بيلعب بقى على ايه مظبوط. هو هنا بيلعب على يعني هو حته انه هو مش، والدليل على كده ان هو واقف. هو صعب قوي كابتن عماد. هو تامر مش مختلف. انا مش مختلف، هو بيتكلم على دور الحارس. انا مش مختلف عن في حالتين، في انه يوطي بجذعه يشوف، والثانيه انه هو اللي بيوقف الحيطه ويطلب لازم ويطلب. يا ما تنطيش. انا مش عارف ازاي فات ان هو واقف ب3 بس، ده الرابع كان لاعب من الستاندر. والمفروض انه ده كلام متقال على فكره. بعديها ليه ما قدرش، سؤالي هنا المباشر، ليه ما قدرش ستاندر وانت اتقدمت في الدقايق الاخيره انك تطلع حتى الشوط ده بالشكل ده؟ لما نشوف الهدف اللي موني بيه مرمان اللي جابه مخلن يا كباتن لو سمحتوا لي، في كل الكوارث والاخطاء الدفاعيه الكبيره اللي ممكن تصادف تيم المفروض انه تيم كبير زي ستاندر دولييج. من اول الهجمه هنمشي معاها، دي كانت في اليمين واتعمل كروس من ناحيه الشمال. ان مخلن كنا بنتكلم في النقطه ديت، قلت لك انا ان ستاندر ليج حاطط طرفين في كل ناحيه، في كل طرف حاطط 2 لعيبه.
تمركز طبعا، تمركز لعيبه، تعامل سيء جدا. وفي اقول لك ايه، كانوا طريين قوي في التعامل مع الكره. يعني كان في مش عارف اقولها لك بالعربي ايه، ان هم ايه ما تعاملوش مع الكره بجديه كافيه ان هم يطلعوها. يعني الحكايه محتاجه عنف. ادي واحد بص ده يا سيدي المفروض يطلع فين، طلعها فين. كمل بقى، كمل طبعا كمل. الكره جت من اقصى اليمين لاقصى الشمال، ودي الكره الوحيده كنا بنتكلم انا والكابتن تامر، دي الكره الوحيده اللي اتعملت المساحه هناك فاضيه طبعا اهو. الراجل بيلعب في فدان هناك، مفيش ولا لاعب ولا لاعب من ستاند يستقبل واحد يجي ده يشتت يديها له هديه تاني، وكانه فعلا زي ما خلي بالك ان الطرف اليمين هناك كمان اتعامل مع الاوفر نفسه تعامل غير جاد، لان كان المفروض على الاقل يعمل فرمله يوقف الاوفر. ايوه ما انا بقول لك زمايلك ما كانوش يتمركزوا التمركز اللي يطلع الكوره كانت في ظهرهم. هنا اتصلحت جول. حارس المرمى لا يسال عنها. بص يا كابتن سباعي، نعم، عاوز اتكلم على بس ميشلن في حاجه، ان وعاوز اتكلم على الستاندرد دولياش في حاجه. الحاجه اللي هنا والحاجه اللي هنا، انت معروف احنا اتكلمنا ان هنا التمركز، هنا دي تخص التمركز. بص يا كابتن تامر عد الاحمر كام. تمام. ايه ده؟ ومع ذلك في ناس ابيض واقفين فاضيين اهو كمان من ستاندرد. تمام. بس انا هتكلم بس على نقطه سريعه. انت راجل المفروض كمدرب رصد لي الاول المشهد ده من فضلك، ده ما يعديش. هنرجع تاني نشوف ال10 لعيبه اللي واقفين دول واقفين ازاي، ومين مع مين ومين ماسك. بص يا كابتن سباعي، هو قال انت عاوز تتكلم على دي؟ بس ده لازم طبقا هو دي حاجه متفق عليها، عشان الصوره دي حاجه متفق عليها. اتفضل. ان الناس كلها هتقطع على القايم القريب علشان يفضوا نوعا ما النص الثاني اللي هو من نقطه البينالتي، اللي هو من نقطه البينالتي للقايم البعيد. حلو. ولو بانت بقى، لو عظيمه بقى، هات لي الاعاده اللي من ورا الجول بتاع ميشلن اللي من على الارض، هي دي اللي مبينه. ده بص تامر هنا، بص هنا كل الابيض مش ممسوك يا جماعه. بصوا مفيش ولا لاعب من ميشلن ممسوك ولا واحد، شايف؟ بص يا كابتن سباعي، انا عاوز اتكلم في نقطه بس سريعه. اتفضل. اقول لك اللي اصل دي انا الكوره ما بنحللش لعبه فيها، تمام. تبقى لعبه متكرره يبقى مظبوط. بس هو في نقطه بس مهمه. هم دلوقتي انت كراجل مدرب ستاندرد ليج، واضح ان ميشلن هيشتغلوا على الاطراف. حلو. انا مش حاسس ان انت كمدرب ولا قفلت او مهيئ نفسك ان انت هتتعامل مع الموضوع. والدليل على كده اكتر من دليل. واحد، ان انت ما قفلتش الاطراف. طيب دي اول نقطه. تمام. والدليل على كده ان الجول اللي جه كان في الطرف اليمين، راحت في الطرف الشمال اتعملت وجه بمنتهى السهوله. طيب ادي اول نقطه. تاني نقطه، انت ما هيأتش قلبي الدفاع بتوعك على انهم هيتعاملوا ازاي مع الكرات العرضيه اللي هتبقى جايه من على الاطراف. هات لنا الجول انت ولا قفلت الاطراف من اساسها من عند الاطراف، ولا مهيئ السنتر باكين بتوعك انهم هيتعاملوا ازاي مع الكرات العرضيه مع الكروس. يبقى انت فشلت في قفل الاطراف، وفشلت في تنظيف العمق بتاعك في التعامل معاهم في الكرات العرضيه. يبقى اذا انت فشلت في ايه؟ في ايقاف اخطاء. ادي اول واحده. الكروس اتعمل عند قلب الدفاع، فشل في تنظيف المنطقه بلغه يعني شوف ده كمان بيعمل كليننج صح. تمام. يبقى انت فشلت في الحد من انك تشل اقوى سلاح عند المنافس بتاعك اللي هو ميشلن. طيب النقطه الثانيه كانت باينه قوي يا كابتن سباعي في الكورنر اللي هو كان عظيمه بيعرضه. انت عارف اساس الكورنر ده ايه اصلا؟ ضربه ثابته. والضربه الثابته باين ان هم متفق عليها. لو رجع عظيمه للدقيقه 16 وحاجه و50 ثانيه، في الدقيقه 16 وحاجه و50 ثانيه هتلاقي ان تيم ميشلن ده واضحه وصريحه، والراجل بيحرق. هو هيعمل ايه؟ الراجل بتاع ميشلن بيرفع ايده اليمين وبيحرق اللي هو هيعمل ايه لزميله. بيقول له لا، انا لما ارفع ايدي اليمين يعني معناها ان احنا هنلعبها على القايم البعيد. لو عظيمه جابها، وانا استغربت قلت اشارات الكره معروفه متفق عليه، ازاي تفوت عليه على حاجه زي كده. والراجل كان فيه رقابه حاطين الراجل في ظهرهم، لولا بس ان الراجل لمسها بظهر راسه في اللحظات الاخيره وطلعها ضربه ركنيه. هتلاقي في الدقيقه 16 وحاجه و50 ثانيه او 50 ثانيه. تعليق صغير، عندي تعليق صغير على الحته بتاعه الكابتن تامر اللي بيتكلم فيها بتاعه الفاول. تامر احنا هناك لما كنا في اوروبا كنا بنتعلم، كان بيقول لنا هنرجع للحاله بس اللي قال عليها تامر احمد. ايوه لا انا عاوزها من اولها معلش يا عظيمه. عاوزها من العاده العاديه، مش من الكاميرا اللي هي بتاعه الاوفسايد. العاده اللي كانت فيها الاشاره اللي انت قلت عليها. لا ده قبليها كمان يا عظيمه معلش. اللعب السريع قبل العاديه العاديه من اللايف العادي. وهو بيكلم زميله بص بيقول له ايه؟ بيقول له ده انا هحطها هنا، ولما هرفع ايدي الشمال معناها ان انا هعملها على القايم البعيد. اهو بص ايده اليمين بقى الثانيه هتقول له روح اهي، عفوا بايده الشمال بيقول له انا هعملها على القايم البعيد. على رايك حرقها خلاص. يعني بيحرق، هو بيحرق. انا هعمل ايه وانا لما هرفع ايدي؟ في مدربين بتحفظ. انا لما هرفع ايدي الشمال هتتعمل على القايم البعيد، لما هرفع ايدي اليمين هتتعمل على القايم القريب او عند نقطه البنالتي بتلف لجوه. ولما هرفع ايدي الاثنين يبقى فيها خداع، الفرقه كلها تكمل وهتتلعب على ده. هو ابراهيم سيسي بقى بطل لان هي عدت من الراجل، انما ده يجيبها. يبقى اذا في واضح ان في ناس دي بتستغل الاطوال والضربات الثابته. بص شوف ده، يعني الراجل ده لو مقدرها وقاطع كويس جول. فده يبقى ده دليل على عدم تهيئ او التعامل مع الكرات العرضيه. وبعدها ده الكورنر اللي برضه وقفنا عنده. اتفضل قول نقطتك. النقطه دي ان احنا بنحفظ اللعيبه عكس الاشارات. ده كنا بنعمله في ايطاليا. بمعنى انا داخل اشوط فاول،
لما بعمل كده ايدي واحده معنى كده ان انا احطها واحده في الجون. لما بعمل ايد واحده كده لعيبه بتعرف ان انا هعمل اوفر مش هحطها واحده. لما برفع ايدي الاثنين عرفوا ان انا احطها واحده في الجون، مفتوح لي زاويه واحطها الجون. يعني اقصد يا تامر ان هو لما رفع ايده، هو رفع ايده الشمال دي، الشمال ديت المفروض ان اللعيبه اللي واقفه عارفين ان انا احطها على القريبه مش على البعيده، لان انا هحطها على العارضه اللي الناحيه اللي عند ايدي اللي هنا. انما لو عملت كده يبقى انا احطها على العارضه اللي هناك. فهو عمل كده وعملها العكس. برضه ده متفق عليه. يعني هو عمل ان هو هيحطها على القريبه ولكنه حطها على البعيده. فاهمني؟ انا يعني ده ترجمه برضو زي اللي الكابتن تامر عاملها. تمام، فاهمني؟ كويس. فهم بيرفع ايده بحاجه معينه وبيعمل العكس بتاعها. اذا طيب عايزين نشوف، متفقين على كده يعني. عايزين نمشي مع الحاله دي برضو يا كباتن ونشوف ازاي التعامل معاها. الفراغ الكبير، المساحه اللي جاب اهو 15 متر واللعيبه واقفه ازاي، التمركز والتحرك. ستوب هنا. انا دي نقطه دايما بعترض عليها في الاستوديوهات التحليليه، ان انا بعمل مربع بالشكل ده. يا جماعه هل المربع ده استمر مثلا 10 دقائق؟ ده مربع استمر ثانيه واحده واتقفل. اهو اتقفل، المربع اختفى. تمام، المربع ما بقاش موجود. كمل بقى بعد كده. هو بيبدا بيه مش لحاجه، مش عشان يقول لك انه ده حاجه ثابته يا عماد يا تامر، قد ما بيوريك انه كان في اللحظه دي كان في كذا، الموقف ده كان كذا. ما هو الموقف متكرر ولا لا؟ لا هو ده بص كان لسه عايز ما انا بكمل كلام، ما انا عايز اكمل. بقول لك هو الفكره كلها بقى انه ده ما بيكملش، او ده ان الشكل الثابت. انا مش بحلل اللعبه دي لو اتكررت يبقى ماشي انا معاك. هنا بقى بس اللي واقف يطلب الكره هنا موقف الموقف في اللحظه دي كان عامل ازاي بالظبط. الفرقه دي اشتغلت على ايه؟ فاهم. واللي اشتغلت عليه نجحت فيه ولا ما نجحتش؟ ولو نجحت ليه؟ ولو فشلت ليه؟ ده الأهم. انا بتكلم عليه في التحليل. ده الأهم. لكن انا مش بتكلم على خطا زي ما بيقولوا اتكرر، يعني اتعمل مره واحده بس وبعد كده اختفى. لو اتكرر يبقى خطا شائع حصل كتير. هنا لو في موقف بقى اتكرر اكتر من مره لان ثغره العب عليها انا عشان اكسب منها. طيب نشوف الحاله دي برضه اهو، وادي المساحه هنا طبعا. ستوب بقى قبل ما يلعب الكره، هو هناك في لاعب هنا الباك الشمال عمال بيطلب الكره ورافع ايده. كمل هتشوفه واقف لوحده خالص، محدش بيتكلم معاه. بص وراح للي هناك. شوف هو راح للحته اللي فيها هنا ده يعني هو حتى الكره هنا كانت جول، كانت اسهل له بكتير هنا. ودايما كان في الناشئين يعلمك يا كابتن غير اتجاه اللعب. ما تبقاش الكره جايه لك من اليمين وترجع تاني لليمين تاني. العكس. تبدا الراجل جايه له والراجل بدا يجري وبدا يطلب انك تحط لي في الطرف الشمال. المفروض كان يحط لي. مطلوب التغيير للاتجاه. اقول لك على حاجه، اكمل لك على موقف لو العظيم ارجع للقطه دي. كمل بقى بعد اللعبه دي. اللعبه دي اللي رجع تاني وحطها في الطرف اليمين بسرعه عشان واضح ان بص يانكوفيتش قال ايه تاني. ربما بص يانكوفيتش على الخط لو مشي بسرعه هتلاقي يانكوفيتش هو اللي بيشرح. قال لك الكره جايه من اليمين ما تحطها في بشكركم مؤقتا، وهنرجع تاني نشوف الشوط الثاني، لكن بسرعه الى ملعب المباراه، الى الموريس دو فراس. التعادل الايجابي ما بين ستاندرد وليج ومخلن، والتعليق للمتالق دائما كابتن رامي بهجت.